بما ان انا بعتبر ان الجائزه دي من اهم الجوائز اللي انا حصلت عليها لانها من مهرجان القاهره السينمائي بتاعنا، فانا بهديها للمنتخب الوطني المصري وبهديها لكل المتفرجين المصريين اللي راحوا السودان، وبقول لهم الحمد لله على السلامه وقدر ولطف. نوع الأدوار واختلافه بيتطلب صفات معينة في الممثل اللي هيقدم التنوع ده والاختلاف ده، وعشان يقدم كذا دور بعيد كل البعد عن كل دور بيقدمه محتاج ممثل التقمص والتشخيص عالي عنده جدا وفي أدواره. وأكبر مثال على النوع ده من الفنانين هو الأسطورة الإمبراطور أحمد زكي اللي قدم تنوع واختلاف كبير في أدواره من ناحية تقمص الأدوار. وفي مدرسة تانية وهي مدرسة الممثل الأفضل على الإطلاق محمود المليجي اللي قدم أقصى الشر في أفلام مثلا زي الوحش وموعد مع إبليس، وقدم أقصى الطيبة في الأرض واسكندرية ليه، أو في مدرسة شاهين اللي قدمت لنا مليجي تاني خالص. وسلطت الضوء على جانب في هذا الممثل العبقري اللي كان بيتمنى إنه مخرج يعرض عليه نوعية الأدوار دي، وقد كان. اللي ما بين المدرستين دول بقى فنان جوكر اسمه فتحي عبد الوهاب، أقصى الطيبة وأقصى الشر وتنوع واختلاف في الأدوار وفي تجسيد كل شخصية مش طبيعي. جوكر بيلعب في أي حتة في الملعب زي إبراهيم سعيد كده. فليه فتحي عبد الوهاب ممثل مش طبيعي، واللي هو جوكر السينما المصرية، واحد من أفضل الفنانين في الألفية الجديدة. السلام عليكم، أهلا بكم في برنامج الفيلم انزل بالتتر يا ابني. فتحي عبد الوهاب ممثل اتولد على عشقه للسينما. جده كان عنده سينما وكان عايش في انه كل يوم في السينما بيشوف افلام بس. فانت عايز الولد الصغير ده يطلع اللي اكيد هيبقى فتحي عبد الوهاب، مش معجون فن من فراغ. انت ليك حكايات مع الفن من وانت صغير جدا، صح؟ من ايام جدك. ايوه، كان عند جدي الله يرحمه كان عنده سينما في بلد ريفيه، وكان كل الاطفال بتوع العيله في الاجازه عشان يخلصوا مننا بيودونا عند الجد والجده في بلدنا يعني. فكنا دايما بنحضر كل يوم، احنا ولاد، احنا احفاد صاحب السينما، فكل يوم كنا بنحضر الافلام. لحد ما كبر وخد دبلوم التذوق الفني في أكاديمية الفنون، وحصل برضه على ليسانس الأداء في التمثيل والإخراج في قسم المسرح. بس جات لي الفكره بس ان انا اقول له الجورنان، فقال لي اتفضل، ففتحت صفحه الحوادث ومثلت لهم حادثه. ففوجئت انه 3000 دول اتاخد منهم 500، وان انا كنت من ال 500 وهم عايزين منهم 100. انت عامل شورت ليست تاني ايضا. بالظبط. انا حسيت ساعتها ان الموضوع بقى جد، قلت لو اتخذت يبقى الموضوع ده بجد، يبقى انا انفع. فمش عايز اروح بمشهد متاخد محروق عليه ومتاخد وبتاع، لانه على طول هيحصل مقارنات بينك صح. وبين فاكر الواد اللي شفناه من 4 سنين كده يعني. فعملنا مشهد فيه يعني كتبناه مع بعض فيه حوالي 16 شخصيه. يعني هتمثل 16 شخصيه؟ ما هو خلاص انا قررت ان انا اعمل حاجه متفرده من وجهه نظري يعني. فاهم. بدأ مسيرته الفنية وهو طالب في كلية التجارة، ولما وصل للسنة النهائية في الكلية راح لحد من صحابه وقدموا أوراقهم للمخرج لين الرملي والفنان محمد صبحي عشان يشارك في مسرحية العربي الفصيح سنة 1992 لمدة 3 مواسم متتالية، ثم شارك بعدها في مسرحية اللي بنى مصر سنة 94 لحد ما جات له الفرصة للمشاركة المميزة بفيلمين، هم مشاركته مع الزعيم عادل إمام في طيور الظلام وسرك الفرح مع لوسي ومحمد هنيدي. طيور الظلام اللي ظهر فيه بشخصية الإرهابي، وفيلم سرق الفرح بشخصية مطر. سنة 96 بيشارك في 3 أعمال وفرصته إنه يظهر في أعمال بتزيد. أول عمل هو بخيت وعديلة ومسلسل الوتد وشخصية الطبيب في فيلم إشارة مرور. أول اختبار وأول فرصة حقيقية لفتحي عبد الوهاب كانت سنة 98، سنة تحول للسينما المصرية من سينما بيتربى عليها عادل إمام ونادية الجندي لسينما الجيل هنيدي، بينقلها لحتة تانية خالص، أسعار تذاكر تانية وإيرادات أفلام ضخمة جدا. سنة 98 بينزل فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية اللي كل من شارك فيه أصبح نجم من بعد مشاركته في هذا الفيلم. وكلامنا هنا عن فتحي عبد الوهاب اللي كان من الأبطال الأساسيين في هذا الفيلم بشخصية أحمد المنشاوي اللي كانت بتقدم قضية مهمة وأداء تمثيلي عالي جدا من فتحي عبد الوهاب عشان من أول اختبار حقيقي يصبح نجم. بيشارك في فيلم تاني وهو فيلم البطل بشخصية نور. بيغيب فتحي عبد الوهاب سنة 99 عشان سنة 2000 بيقدم واحد من أفضل الأفلام الألفية الجديدة، ده لو ما كانش الأفضل، فيلم ثقافي اللي بيقدم فيه أول بطولة ليه وهي البطولة الجماعية للفيلم بشخصية أشرف. الفيلم
الفيلم اللي اتكلمت عليه كتير وكتير في حلقات كتير، لانه يستحق ان الواحد يتكلم عنه. اهم فيلم شبابي انا شفته بيناقش قضيه مهمه جدا، اهم قضيه في الالفيه الجديده، قضيه الشباب، منها من شغل، منها من جواز، منها من زياده الاسعار المستمره، نقص الشغل، عدم توفر المرتب الكافي لكل وظيفه. ده هيؤدي لعدم الشغل، يعني عدم الجواز، يعني انعدام الجنس. وده اللي جسده كل واحد من الثلاث ممثلين، احمد عيد واحمد رزق وفتحي عبد الوهاب، اللي كل واحد ليه لونه المختلف، بس ده ما يمنعش ان فتحي عبد الوهاب الاقوى اداء فيهم، وانعكس عليه كل اللي قلناه. ده شاب زيه زي اي شاب، عايز يعمل اللي بيعمله اي شاب، هو مش طالب اكتر من اللي يستحقه، بس في دولة ولا هتديله اي حاجة من اللي بيستحقه. وده اللي ادى الى الافلام الثقافي. احنا كلامنا مش عن الفيلم، احنا كلامنا عن الشخصية الرائعة، شخصية اشرف اللي ابدع في تقديمها فتحي عبد الوهاب. ابداع من المخرج محمد امين، افضل افلامه فيلم القرن ال21، فيلم للتاريخ. في نفس العام عام 2000 بيقدم شخصية عوض، واحد من رجالة المعلم هدود، ممثل قادر انه يتحط في اي اختبار وينجح فيه، معجون تمثيل. من 2001 ل 2003 وفتحي عبد الوهاب بيجرب الانتشار، وبيختار وبيجرب اي شخصية زي معتز في رانديفو، وماجد في هروب مومياء، ومسلسل أميرة في عابدين. بس في 2003 فتحي عبد الوهاب حاجة تانية خالص. أنا بالنسبة لي دي واحدة من أفضل السنين لفتحي عبد الوهاب في مسيرته الفنية. ابتداها بواحدة من أفضل الأفلام في الألفية الجديدة، الفيلم اللي ترشح للأوسكار رائع تامر حبيب وهاني خليفة، فيلم سهر الليالي. سهر الليالي هو ملحمة سينمائية، فيلم صعب جدا جدا إنه يتكرر تاني. كوكبة من النجوم اللي جميعهم عنده موهبة فذة وغير عادية في التمثيل، فتحي عبد الوهاب، خالد أبو النجا، منى زكي، حنان ترك، أحمد حلمي، جيهان فضل، شريف منير، علا غانم، عتاولة، يعني كلهم عملوا أداءاتهم التمثيلية ببراعة في فيلم هربان من هوليوود. فصعب إني أفضل أداء فتحي عبد الوهاب عنهم، هو في نفس الليفل، هو في نفس الليفل، بس بجد أتقن الدور بطريقة رهيبة. الخط بتاع فتحي عبد الوهاب ومنى زكي هو أقوى خط كأداء تمثيلي في الفيلم كله. شخصية خالد دي هربانة من الواقع، وأنت شفتها كتير جدا. أبدع فتحي عبد الوهاب في سهر الليالي، وساب بصمة مهمة جدا في الفيلم ده. عمل دور كويس جدا في نفس السنة في مسلسل الناس في كفر عسكر. آخر السنة بيقدم الدور الأيقوني اللي ترند لحد يومنا هذا، سامر سبوت في بحبك وأنا كمان. شخصية مجنونة، ودي اللي خلتنا نتأكد إن فتحي عبد الوهاب مجنون بجد وقادر على تجسيد الجوكر. أنجح ممثل في أدوار السايكو وهو فتحي عبد الوهاب. دور دور طب يا فريدة، شم عجبني البرفان بتاعك قوي. غرقت نفسي بيه. اسكندرية بقى. ملفوشي مش فاكر. احنا مكاننا سوا ولعبنا سوا بالامانه. لما كنت بعيط ساعه لما امي ماتت انت قعدت تطبطب عليا كتير قوي. انا صاحب محمد وكاشه، جار بالروح بالروح. انا اتصورت معاك في فرحه. حتى ايه الصوره ايه؟ مش عارف مين صاحب الحاجات دي. انت اكيد مجنون. مجنون عشان انت قبل ما يقتلك. تعال انا هيبطلك انا. ايوه حبيبتي، انت فين؟ انا في اللوكيشن، هو مفيش حد خالص. لا انا مش حبيبتك، انا حبيبك. اثبت. ايه رايك في المفاجاه دي؟ صديق حبيبي. في 2004 مسيبش بصمة مهمة أوي، شارك في عملين أي كلام، قلبي بيناديك والدم والنور في التلفزيون. ما قدمش سينما في 2004. في 2005 بيقدم أول بطولة مطلقة ليه بجد، تجربة فيلم فرحان ملازم آدم، اللي فشل ذريع في السينما، مع إن فتحي عبد الوهاب عمل دور جامد جدا، لكن ما جاش مع الناس كبطل أول. وشارك في الفيلم المصري اللي اتعرض في فرنسا، فيلم دنيا لحنان ترك، وفيلم أندرريتد جدا ومش واخد حقه. وشارك في مسلسلين، مسلسل قلب حبيبة بشخصية مواس، ومسلسل رايا وسكينة بشخصية سليمان عزت وكيل النيابة. الدور اللي أبدع فيه فتحي عبد الوهاب، مع إن مساحة الدور صغيرة جدا، لكن ورينا كل حذافير وجوانب الشخصية في دور صغير ومش حجم الفنان فتحي عبد الوهاب، لكنه اختار إنه يقدمه وتفوق على نفسه في دويتو
التحقيق بتاع عبلة كامل وفتحي عبد الوهاب ده دويتو ايقوني، سواء في دويتو التحقيق بتاع عبلة كامل، سواء في التحقيق معاه فراوي وسكينة، او عودة الندلة شخصية الضابط وكيد سنة 2006 اللي ما قدمش فيها غير العمل ده. والدويتو ده ايقوني، وفتحي عبد الوهاب جواه ممثل كوميدي رائع. هنشوفه في السنة اللي بعدها دي سنة 2007 بيشارك في بطولة الفيلم الاندر ريتد قص ولزم بشخصية سامي، ويعمل في التلفزيون مسلسل الطفولة، وده اللي بتكلم عليه، مسلسل الكوميدي عائلة مجنونة جدا. فتحي عبد الوهاب في المسلسل ده كان ممثل كوميدي من الدرجة الأولى، وضحكنا جدا في المسلسل ده. ولا أجدع ممثل كوميدي بشخصية حب. أنا كنت بعشق المسلسل ده وأنا طفل، وكنت متعلق بالشخصية دي جدا. بيقدم في نهاية السنة دي فيلمين بيشارك في بطولتهم، فيلم البلياتشو لهيثم أحمد زكي ربنا يرحمه بشخصية ماهر، وشخصية عماد اللي أبدع فيها في الفيلم الأندر ريتد اللي مليان نجوم أحلام حقيقية 2008. كانت سنة بسيطة لفتحي عبد الوهاب بس تقيلة جدا كأداء تمثيلي. بيقدم في 2008 أداء تمثيلي من أفضل أداءاته التمثيلية على الإطلاق، وهو دوره شعلان في فيلم كباريه. أبدع فتحي عبد الوهاب في هذا العمل في ظل وجود كاست كبير من النجوم العتاولة، لكنه كان ند بند معاهم وفي نفس التألق. عمل مسلسل اسمه العائب بشخصية حربي في التلفزيون، لكنه ما نالش النجاح المطلوب لأن الناس أو أغلبيتها مش متقبلة فكرة إن فتحي عبد الوهاب بطل أول، لكنه بيعمل اللي عليه وبيقدم أداء تمثيلي رائع، لكنه بطل الدور الثاني في وجهة نظري في الألفية الجديدة. أفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية محمود المليجي من وجهة نظري ما كانش بطل أول، لكنه كان الأفضل في الأداء التمثيلي على مر العصور. فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وماجد الكدواني وخالد الصاوي والعظيم حسن حسني هم مملوك الدور الثاني في وجهة نظري في الألفية الجديدة، باعتبار إن خالد صالح كان بطل أول في نصف أعماله. سنة 2009 كانت سنة انتعاشة لفتحي عبد الوهاب، قدم فيها 3 أعمال أروع من بعض. أول عمل وهو العمل الجريء جدا اللي أغلبية اللي شافوه ما فهموش الفيلم، ما فهموش إنه فيلم مهرجانات خارج عن القانون، وهو الفيلم الجريء عصافير النيل بشخصية عبد الرحيم. وكانت تجربة موفقة لفتحي عبد الوهاب كفيلم مهرجانات وأداء عالمي، والبعض يفتكروا فيلم هلس جريء غرضه الجراءة، فيلم تجاري، لكن العكس تماما، فيلم مهرجانات موفق في فكرة تحترم. الفيلم التاني هو الفيلم اللي أبدع فيه فتحي عبد الوهاب، وهو فيلم عزبة آدم بشخصية حامد، أدوار السايكو يعني فتحي عبد الوهاب جوكر يا جماعة. شخصية حامد قدمها فتحي عبد الوهاب بكل حذافيرها وبكل جوانبها وأبعادها، واخد الموضوع جد قوي يا جماعة. حد يقول إن ده تمثيل مش بجد، ممثل جوكر يا جماعة. الفيلم التالت هو الفيلم اللي منجحش خالص برغم كوكبة النجوم اللي فيه، غادة عبد الرازق وفتحي عبد الوهاب والهام شاهين، اللي كان الفيلم ده من انتاجها، وحسن حسني وعزت ابو عوف وهالة صدقي، وقدم فيه فتحي عبد الوهاب شخصية حودة اللي كانت كويسة جدا من الناحية الفنية. سنة 2010 كانت سنة خفيفة لفتحي عبد الوهاب، ابرز الادوار اللي قدمها في السنة دي وهو دور سامح في زهايمر مع الزعيم عادل امام. ممثل كوميدي شاطر قوي يا جماعة، ابدع في شخصية سامح دي. ممثل كوميدي شاطر قوي يا جماعة، ابدع في شخصية سامح دي. 2011 كانت سنة شقة على الجميع، سنة الثورة ما قدمش فيها حاجة فتحي عبد الوهاب. رايك في الهجوم اللي حصل على بعض الفنانين لما ابدوا راي زي اللي حصل مع خالد ابو النجا او عمرو واكد؟ انا بشوف ده جزء يعني كويس ان حضرتك بتتكلمي في ده، بس انا بشوف انه ده جزء من صوره معتمه شويه موجوده في المجتمع. يعني انا بشوف انه اي حد من حقه انه يقول رايه. يعني اذا كنا احنا بنتكلم، اذا كان ثوره يناير نادت بحريات ونادت بديمقراطيه ونادت وكذا 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 وكذا، فمش اقل من ان احنا طب ما نجربها، يعني نجرب الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي على نفسنا احنا، نشوف مؤمنين بيها. ازاي انا هقدر يعني اقبل حضرتك وانت مختلفه تماما معايا؟ ما انا لازم اجرب ولازم اسمع حضرتك ولازم حضرتك تسمعيني. انما لو كل حد قال رايه فتعرض لكل الهجوم اللي احنا بنشوفه سواء من الطرف ده او من الطرف ده، يعني البعض شايف ان المساله بدات قدم شخصية عبد العزيز في فيلم ساعة ونص في 2012، فيلم ملحمي مأساوي عن حال البلد وقتها، وفتحي عبد الوهاب ما بيتوصاش عن أدائه في الأدوار اللي من النوعية دي. أبدع في هذا الفيلم الجماعي المليء من النجوم الخارقين في التمثيل، وعمل فيلم اندرريتد جدا، فيلم قصير بيدعى ايه العبارة، بس ابدع فيه فتحي عبد الوهاب. وقدم مسلسل الاخوة الاعداء في اخر السنة شخصية يوسف الدقاق، المسلسل اللي نال نجاح كبير وقت نزوله. 2013 و2014 فتحي عبد الوهاب كان مقل في اعماله جدا، وقدم مسلسل نظرية الجوافة بشخصية دكتور نجاة ابو العز، فيلم كلام جرايد اللي ما نالش اي نجاح في السينما، بس ختم 2014 بدور تألق واداء تمثيلي كبير، وهو دور الغريب في مسلسل للافضل في تاريخ الدراما المصرية يحيى الفخراني، مسلسل دهشة
في 2015 أبدع فتحي عبد الوهاب. أول فيلم قدمه هو فيلم هز وسط البلد، شخصية حسين مؤنس اللي أبدع فيها الحقيقة. والدور التاني أنا بشوف إنه يستحق جايزة من مهرجان كبير جدا على دور المقدم عمر عبد الله في ريجاتا. أفضل من قدم رجال الشرطة فتحي عبد الوهاب، ليه أسلوبه الخاص في تقديم النوعيات دي من الشخصيات. اللي أبدع في هذه الشخصية مقدم من منطقة شعبية في قسم الدارة شعبية جدا، يعمل في 2016 دويتو مع غادة عبد الرازق قوي جدا، وهو الدويتو اللي قدموه في مسلسل الخنكة. شخصية نادر اللي قدم كل أدواته التمثيلية في هذه الشخصية الحقيقة. دور الضابط عصام في هروب اضطراري دور أيقوني ويستحق جايزة برضه من مهرجان كبير زي دور المقدم. مش قلت لكم أفضل من يقدم دور رجال شفت اللي حصل ده؟ ده ممكن يحصل كل يوم كل يوم. ليه بقى؟ والله العظيم ما قتلته. اعمل ايه عشان تشجعني؟ ما قتلتوش. لا ما قلتوش. أربعة. محمد حسن محمد حسن. طب اسمعني. مش جاهز. هات التاني خد ده. يلا. والله العظيم ما قتلتوش. والله انا لو اعرف ان كل ده هيحصل وعز الجايه لما كنت اتجوزت اصلا. انت بتهزر صح؟ لا محمد حسن. لا والنبي محمد حسن. والنبي بلاش محمد حسن يا باشا. من 2017 لحد يومنا هذا فتحي عبد الوهاب بقى أكثر نشاطا وما زال مبدع وساب بصمات مهمة جدا في أعمال أخرى من 2017 ل 2026. أبدع في أدوار زي الأنبا بخون في مولانا ومسلسل الطوفان بشخصية كمال، ومشاركته التانية مع عادل إمام في عوالم خفية بدور المقدم رؤوف، وحمزة الحناوي في لمسة أكتاف، وحازم في الآخر نفس، وشخصية خالد اللايت العبقرية في فيلم لسه بغداد، وطارق كساف في القاهرة كابول وعمل دور إبليس بطريقة عبقرية جدا في وعد إبليس في 2022، وقدم مسلسل جزيرة غمام اللي أبدع فيه برضه بشخصية محارب. وفي شخصية ليه كنت بعشقها واتعلقت بيها وهي شخصية رشاد في مسلسل سوق الكانتو. أبدع وقدمها بطريقة عبقرية فتحي عبد الوهاب وبذل فيها جهد كبير. قدم المداح مع حمادة هلال والحشاشين شخصية أبو علي الطوسي، وآخر بصمة مهمة قدمها فتحي عبد الوهاب وهي شخصيته الرائعة حمادة كشري في ظلم المصطبة. ومستنيين مسلسل بطل عالم لعصام عمر وفتحي عبد الوهاب. نتمنى المزيد من النجاح والتألق لواحد من أفضل النجوم في آخر 30 سنة، صاحب ال100 دور وال100 شخصية، الجوكر فتحي عبد الوهاب. وبس كده، انزل اعمل بقى لايك واشتراك وكل الحاجات الجميلة دي. كان معكم يوسف وائل من برنامج الفيلم. انزل بتترن يا ابني.